السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد خرجت علينا المدعوة سميرة مواقي، تلك الصحفية التي أرسلتها الشروق في وقت ما لتغطية تلك الذبائح وذلك الجرم في حق أهل السنة في العراق، وكانت تدعي أنها سنية تدافع على أبطال الحشد الشعبي أو الشيعي، وأنها حيادية، وأنها وجدت أن هذا الحشد المجرم كان يحرر أراضي أهل السنة من مجرمي داعش. وهذه كذبة أيما كذبة. هذه سميرة مواقي كانت تدعي في بادئ الأمر حينما شنت عليها تلك الحملة من قبل أحرار الجزائر. أحرار الجزائر عندما تبرؤوا منها قالت أنني سنية، وبعد ذلك قبل ساعات نزعت لباس التقية وأرتنا حقيقتها المدسوسة التي كانت تخفيها، بل وزادت أن تبرأت من عائلتها وأهانت عائلتها التي تكبدت عناء السفر في هذا البرد وفي هذه الأيام التي هي مملوءة بالعمل ومملوءة، ولسنا في أيام عطل، نحن في أيام عمل أو دراسة أو ما شابه ذلك. تتبرأ منهم بكل قبح وبكل جرأة وبكل سفاقة أمام الناس وعلى الملأ، وكأن هؤلاء ليسوا بعائلتها. ويعني هذه عادة الروافض، هذه عادة شيعة وعملاء إيران الذين ليس عندهم لا عهد وليس عندهم لا ميثاق ولا حب ولا قرابة حتى لذويهم وعائلاتهم. وسأريكم مقطعين. المقطع الأول عندما كانت سنية أو تدعي أنها سنية تغطي جرائم ذلك الحشد المجرم، وكانت بلباس التقية حينها. والمقطع الثاني وهي منتفخة الوجه بعد ذلك الهجوم الذي تلقته من أولئك المجرمين داعش، كما تزعم وكما يزعم الحشد الشعبي أن داعش، أن خوارج العصر هؤلاء هاجموها وبقيت على قيد الحياة. الشاهد لا علينا. تقول هذه قليلة الأصل أنها ابنة الحسين. الحسين رضي الله عنه ليس إماما للشيعة. الحسين رضي الله عنه هو إمام من أئمة الإسلام، وليس من أئمة آل صفيون والمجوس الحاقدين على الإسلام وعلى زوجات النبي العدنان. ويجب أن تغسلي وجهك أولا بماء الورد وتجعلي في فمك العسل حتى تتكلمي على الحسين رضي الله عنه، وهو بريء منك ومن أمثالك. وأقول لك أيضا أنا كجزائري أتبرأ منك ومن أمثالك، وسحقا لك ولهذا التنكر لعائلتك الذين كانوا في غاية الهم وفي غاية الحزن لما أصابك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذا درس لنا نحن المسلمين، لنا نحن الجزائريين على وجه الخصوص، أن هؤلاء الشيعة الروافض وعملاء إيران لا أمان لهم ولا عهد لهم حتى لأرحامهم ومحارمهم
بل حتى لأمهاتهم وآبائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعكم مع المقطعين. يعني وأعود إلى وطني وأنا مغطاة بالعلم العراقي. أنت سميرة باقية بالعراق؟ اه باقية بالعراق؟ باقية بالعراق. والجزائر؟ راح الجبهة. لا الجزائر خلاص. خلص ليش؟ خلاص. مو بلدك؟ أنا لست سنية. أنت شنو الآن؟ أنا لست سنية. أنت شيعية؟ أنا جدي حسين. وشيعية؟ وتعرفون من هو الحسين؟ هو شيعي. هذا يكفي. إذا أنت الآن عراقية شيعية؟ نعم، فهذا فخر إلي. فهذا فخر لي. رغم يعني إخوانك زاروت وأمك؟ شوف، إخواني زارون، أنا كنت أنتظر أن الزيارة صحية، ولكن إخواني مع الأسف زيارتهم كانت سلبية، لهذا أطلب منهم العودة إلى الجزائر، فوجودهم هون لن ينفعني ولن ألتقي بهم أبدا. أنت بنت العراق؟ أنا بنت الحسين. بنت الحسين. أنا بنت الحسين.